انا بقى مش هتكلم في رؤيه شرعيه او ان هو راى او لم يرى او هيبدا الشرع، انا عايز اتكلم في علم. لما اجي اتكلم في علم انا محتاج توثيق. يبقى انا بقى عندي جهازي وعندي الكاميرا زي ما الاخ محمد كان مستخدم السي سي دي كاميرا، وبياخد صوره، وبياخد صوره مظبوطه بيها التايم بتاعه، بتطلع ان دي الصوره في الوقت الفلاني قدر يشوف الهلال. يبقى انا كده وثقت الحاجه. يبقى انا اقدر اخد هذه الداتا وادرجها عندي واشتغل عليها. لكن لو انا بتكلم في حته ان انا شفت بعيني او ما شفتش بعيني، او انا بصيت في التلسكوب وشفت او ما شفتش، هتظل هنا الظنيه كما حضرتك تقول. لكن لو وصلت الى درجه توثيق لكل داتا باخدها، لو عندي هذه القدره، يبقى انا خرجت بره هذه المرحله. بعدين انا برضو حته ان التلسكوب ظني، هو مش ظني، هو هنا التلسكوب عنده قدره على تكبير الصوره او تقريب، حتى احنا بنسميه المقراب، انه يقرب الصوره، فهقدر اشوف في حاجه معينه، فيبقى عندي صوره فينت جدا او اسف خافته جدا للهلال، هيقدر ان انا اشوفها باستخدام التلسكوب. او لو انا استخدمت السي سي دي كاميرا وحطيت كمان معاها جهاز يعمل البروجرام يعمل لي انهانسمنت للصوره، بحيث ان انا اشيل كل الاضاءات المحيطه عشان اصل الى اضاءه القمر او الهلال، ده هنا هتبقى صوره مش ظنيه، خلاص جبت بيها. بس هي دي قدراتي في هذا الوقت الحالي. اللي احنا بنتكلم فيه النهارده قدراتي في هذا الوقت الحالي اللي ممكن تتطور فيما بعد وممكن اعمل. لكن هل العين البشريه هتتغير النهارده عن امبارح عن بكره عن بعده؟ يعني هل ده اللي احنا بنتكلم فيه؟ وهل في حد موجود عندي دلوقتي عينه اعلى من بقيه كل الناس وهيشوف حاجه مش موجوده؟ ده غير ان انا اصلا بالحساب، والحساب ده ما ينفعش ان انت تشكك فيه، انك لو شككت فيه انت هتشكك اصلا في كل حاجاتك، هتشكك في زي ما اتفقنا في مواقيت الصلاه، هتشكك في الحسابات اللي احنا بنستخدمها للقمر وبنقول كسوف وخسوف، والفترات اللي فاتت ظهرت ان ما فيهاش اي اختلاف. تمام؟ نعم. ان انا عندي القمر في هذا المكان يغرب قبل غروب الشمس. يبقى انا يعني مش موجود بعد غروب الشمس وممكن اقول باستخدام اجهزه اشوفه. لا، ده انا لو جبت احدث حاجه اللي انا هعملها بعد 100 سنه وبصور دلوقتي من هذا المكان اللي كان فيه الشاهد، وحطيت تلسكوب وحطيت تقنيه حديثه ايا كان نوع التقنيه اللي لسه هتستجد ولسه ما عرفتش ايه هي، وبصور القمر نزل، يبقى بصور ايه؟ مش هشوف حاجه. يبقى انا هنا المشكله عندي ليست فقط في التقنيه، المشكله ان انا عندي بالحساب وباليقين اللي احنا متاكدين منه من الحسابات ان القمر غرب قبل غروب الشمس. لو احنا بنتكلم في منطقه اخرى كان لسه القمر هيغرب بعد غروب الشمس، قد نتجادل. نعم. ونبدا نقول طب يا جماعه نعمل تقنيات حديثه، اخد سي سي دي كاميرا، اخد تلسكوب عملاق زي ما قلت لحضرتك من شويه، اطلع قمر صناعي وابدا. لكن يا جماعه انا في عندي حدود، يعني انا حتى في احدث التقنيات اللي هي الاقمار الصناعيه انا لازم ابعد درجتين عن الشمس. يعني عمرها نعم. ما هتحصل ان انا هجيبهم الاثنين مع بعض، يعني مش طيب. هجيب الاقتران ولحظه الاقتران واروح مطلع بيهم يعني نعم. ننتقل ونتحول الآن إلى مقر اللجنة الشرعية لتحري الأهلة في قطر، ولكن يعني بعد قليل، وذلك لإعلان يعني رؤية الهلال. دكتور علي محي الدين، يعني كيف ترى هذا الجدل الخلاف الآن؟ يعني هناك من يقول في الماضي قبل تقدم الأجهزة وقبل تقدم علم الفلك كان بداية الشهر تؤخذ بالحس بالرؤية، ولكن عند الفلكيين هي بالحساب وتحسب بخروج القمر وما إلى ذلك. شوف، لابد حقيقة أننا نحدد المنهجية. أنا رأيي إشكاليتنا الآن في منهجية ضبط رؤية هلال حقيقة. يعني إذا إحنا إما أن نقول ليس هناك أي قيمة لا للمراصد ولا للعلم الفلك ولا للحساب، وحينئذ يكون الاعتماد الكلي على رؤية 1 ولا 2 جون. لو فرضا قبلنا بهذه المنهجية لم نقع في تناقض. أنا أعتقد الآن مع احترامنا الشديد لإخواننا في السعودية يكون هناك تناقض، لأنه مرة طيب، سننتقل الآن إلى اللجنة الشرعية لرصد الأهلة في قطر. إذا أعلنت اللجنة الشرعية لرصد الأهلة في قطر أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أول أيام شهر شوال. كل عام وأنتم بخير أيها السادة لشهر رمضان المبارك. دكتور نضال قصوم، يعني كنا نتحدث 29 بكرة يكون 29. نعم، هي صامت قبل فلذلك الطبيعي اليوم 28 بكرة 29. نعم. طيب دكتور نضال، نتحدث عن مشروع الإسلامي لرصد الأهلة، هل هو نواة لتوحيد الرؤية في العالم الإسلامي؟ إن شاء الله.
هو مشروع لمحاولة حل هذه الإشكالية. الآن حل هذه الإشكالية هل يعني توحد العالم الإسلامي كاملا في يوم واحد؟ هذا كما ذكرنا آنفا، يعني الطبيعي أن تنقسم الكرة الأرضية إلى نصفين. النصف الغربي يتقدم بيوم عن النصف الشرقي، وهناك خط هو خط التقويم القمري الذي يفصل بينهما. ما هو غير طبيعي وما هو غير معقول وغير مقبول أن نتوزع بشكل مزركش. يعني هذه السنة الآن مؤكد أننا سنتوزع على 3 أيام في أقل التقادير، لأن أحسب أنت معايا يعني مثلا باكستان والهند هذه لن ترصد إلا غدا إذا رأته واحتمال أن لا تراه، وبحينها تتأجل إلى يوم الخميس يعني فطرها. المغرب نفس الشيء سترصد غدا، والمغرب كما أشار جمال ميموني سابقا لا تقبل بالرؤية، وكذلك باكستان والهند بالمناسبة لا تقبل بالرؤية إلا من قطرها وبالعين المجردة فقط. يعني تلسكوب ما التلسكوب انسى، رغم أنه غدا يرى بالتلسكوب بشكل سهل، ولكن غدا احتمال خلينا نقول 50% حتى لا أقول احتمال كبير أن المغرب لن تراه بالعين المجردة، وبالتالي تتأخر. وباكستان والهند يعني هذا عندهم شرط آخر عفوا، وهو إذا كان الجو صحوا في المذهب الحنفي لابد أن يراه مجموعة كبيرة، وهذا دليل بأنه شهادة الواحد لا تقبل. شو معنى بس أنت اللي شفت؟ نعم. وعلى كل حال الأردن أعلنت أيضا أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. أخي أحمد يعني حتى أحب أعطيك أنا من الآن الدول التي ستعلن في خلال النصف ساعة والساعة القادمة. أولا دول مجلس التعاون عندها اتفاق مسبق من زمان، يعني مش هذه إشكالية الليلة أو كذا. دول مجلس التعاون ما عدا عمان التي دائما كانت مختلفة، وطبعا عمان إباضيين ومختلفين إلى حد ما، ولكن مجلس دول التعاون متفقين على أنه إذا أعلنت أي دولة الرؤية فالآخرون يمشون. وهكذا كان إعلان دولة قطر منذ لحظات، قال بناء على الرؤية في دول مجاورة، ويقصد السعودية. معنى أنه الآن عندنا السعودية وقطر والإمارات أعلنات، وستأتي البحرين وستأتي الكويت. الأردن تتبع السعودية منذ سنوات الآن، رغم أنه كانت سابقا لا تفعل ذلك، الآن تتبع. الآن المشكلة في هذه الإشكال الذي خلقته لنا هذه الرؤية اللامنهجية كما قال سيد الشيخ علي منذ لحظات، أنها الآن ستربك دول أخرى. صح. يعني المشكلة مش أنك أنت عملت لنا مشكلة، أنا ما عندي مشكلة أنه بكرة عيد. نعم. مبارك على الأمة الإسلامية يا سيدي، نبارك بكرة. لو قالوا بناء على إمكانية الرؤية بالتلسكوب في جنوب إفريقيا وهي مشتركة معنا بالليل، كنا باركنا من الآن وسلمنا على بعض، وغدا كلنا نحتفل، واحتفل العالم الإسلامي كله. كان ممكن يتوحد العالم الإسلامي غدا على هذا، ما عندنا مشكلة. ولكن أنه يرى لا يرى ونبقى واحد يقول ولكن هذا لا ينقص من فرحة يعني المسلمين الذين سيحتفلون غدا بعيد الفطر المبارك في السعودية، في قطر، في الإمارات، في الأردن، وأيضا في يعني عدد من الدول. بعد غد الأربعاء في سلطنة عمان هو أول أيام عيد الفطر المبارك.